بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وآخر ما مر معنا أن ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يبتدئ من موت الإنسان، فيؤمن العبد بكل ما يكون بعد الموت مما يكون في القبر النعيم لأهل السعادة وأهل الأعمال الصالحة، ومن العذاب لأهل المعاصي والآثام والكفر والطغيان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. عذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة، قال الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال وهو أي الإيمان بالقدر التصديق الجازم واليقين الكامل بأن كل ما جرى ويجري وسيجري في هذا الوجود إنما هو بتقدير الله جل وعلا، وأنه سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالله جل شأنه هو العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، الإيمان بالقدر هو أن يصدق العبد ويوقن يقين تام كامل بأن ما يجري في هذا الكون وما يحصل من المقادير الكونية، وكذلك يعني المقادير الشرعية، أنه بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله، وأن الله عز وجل عالم بكل ذلك، كل ما يجري لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، أي لا يخفى على الله شيء، وكل ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال وما فرطنا في الكتاب شيء، ما تركنا في الكتاب من شيء يحصل في الكون إلا وهو مكتوب. وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها وأن نوجدها، فهو مكتوب. وسيأتي معنا ذكر مراتب القدر سيذكرها المؤلف حفظه الله. قال فالله جل شأنه عالم بما كان، بما مضى، وما يكون، ما يكون في الحاضر
وما يكون أيضا في المستقبل. وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي ما لم يحصل لو حصل فإنه يعلم، كما في قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنى الكفار عندما يشاهدون النار الرجوع إلى الدنيا، وأنهم إذا رجعوا إلى الدنيا سوف يؤمنون ويصدقون بالرسل ويؤمنون بالله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالله عز وجل يعلم أنهم كاذبون، يعلم بأنهم كاذبون في هذا القول، وأنهم لو رجعوا ما سيحصل منهم الإيمان، بل سيستمرون في العناد. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. صححه الألباني. أي لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أن ما حصل وما أصابه إنما هو بتقدير الله ولم يكن ليخطئه. ما أصابك لم يكن يعني لا تفكر ولا تعتقد أنه إذا فعلت شيء أن هذا لن يصيبك، أنك إذا فعلت شيئا أن هذا لن يصيبك. وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، لكن الواجب العمل بالأسباب، الواجب العمل بالأسباب. جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من يعني الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله إذا نتكل، لا نعمل، نتكل، مكتوب لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع اعملوا، أي لا تتركوا العمل بالأسباب، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت اعمل بالأسباب، وما قدره الله عز وجل سيكون. فالواجب على العبد أن يعمل بالأسباب ولا يتكل على يعني أنه يترك العمل بالأسباب ويقول ما قدره الله سيكون. نعم، ما قدره الله سيكون، لكن الواجب عليك أن تعمل بالأسباب. فالله عز وجل لماذا شرع الأسباب؟ لماذا شرع الأسباب ولماذا خلق الأسباب؟ لأجل أن يعمل العباد بها، لأجل أن يعمل العباد بها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: والرضا بالقدر من مراتب التقوى، وليس في أقدار الله شر محض، بل إن كل قدر نراه شرا فيه من الخير ما لو علمه الإنسان لحمد الله على ذلك القدر. نعم، ليس في أقدار الله شر محض، ليس في أقدار الله شر محض، أي هذا المقدر شر من جميع الوجوه، لا، وإنما يكون في نظرنا شر، في نظرنا القاصر شر، وقد يكون فيه شر لكن الخير أكثر منه في هذا المقدر، في هذا المقدر. فلذلك قال: بل إن كل قدر نراه شرا فيه من الخير ما لو علمه الإنسان لحمد الله على ذلك القدر. فقد تصيب الإنسان مصيبة أو يرى أن هذه شر محض، لكن لو علم الإنسان ما في هذه المصيبة من الخير له
ما في هذه المصيبة من الخير له لعلم أن لحمد الله عز وجل على ذلك القدر وعلى هذه المصيبة. فالإنسان يعني يكون يعني في نعمة ففجأة تصيبه مصيبة فيظن هذا شر. لماذا هذه المصيبة؟ فبنظر الإنسان القاصر يقول هذه المصيبة تؤلمني، لكن ما فيها من الخير مثلا أنه يرجع إلى الله عز وجل، يتذكر أنه مقصر مع الله، يتذكر أنه مقصر بسبب حصول هذه المصيبة. الإنسان عندما يكون في نعم دائم لا يرى أنه يعني مقصر، لكن إذا أصابته المصيبة عند ذلك يتفكر أنا مقصر، أنا مذنب، فيرجع إلى الله عز وجل، يتوب، يستغفر، يدعو، أو تصيبه المصيبة فتكون هذه المصيبة سببا لأن يبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء. عبادة عظيمة. الدعاء هو العبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أي يعني أفضل أنواع العبادات الدعاء. فقد تصيبك المصيبة لأجل أن الله عز وجل يريدك أن تلتجئ إليه وأن تفتقر بين يديه، فهذا خير. قال ولا يجوز أن يقال شاءت الأقدار، لأن القدر ليس له مشيئة مستقلة، بل إن كل الأقدار داخلة تحت مشيئة الله، فيقال قدر الله وما شاء فعل. هذا يعني خطأ. شاءت الأقدار هذا شرك. شاءت الأقدار أي أنها هي التي فعلت هذا القدر، وأن هذا بمشيئة القدر، هذا خطأ، هذا شرك بالله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما من شيء يحصل إلا بمشيئة الله عز وجل. قال والأقدار نوعان: أقدار مطلقة وأقدار معلقة بأسبابها. فالأقدار المطلقة كتقدير الله وجود الخير والشر، وتقديره خلق الخلق والتصرف فيهم. أما الأقدار المعلقة فهي مربوطة بأسبابها، فمتى جاء العبد بالسبب وقع القدر، ومتى تركه لم يقع القدر، كربط قدر الشبع بسبب الأكل، فقدر الشبع لن يقع حتى يأتي العبد بالسبب الذي هو الأكل. الحمد لله. الأقدار على نوعين: أقدار مطلقة بدون أسباب كحصول نعمة وحصول يعني في باب الخير حصول نعمة، باب الشر حصول مصيبة. وهناك أقدار معلقة بأسباب لا تحصل إلا إذا وجدت هذه الأسباب. مثاله مثل ما مثل المؤلف الشبع، أن يشبع الإنسان. هل يمكن أن يحصل شبع بدون أن يأكل الإنسان؟ لا يمكن هذا، إلا كما سيأتي إذا كان يعني من كرامات للأنبياء ومعجزات وكرامات للأولياء. أيضا يعني الري، أن يعني يرتوي الإنسان بسبب شربه للماء، أن يحترق الإنسان بسبب النار، أو يعني ما يكون مثل النار، شيء يعني حار أو حامٍ أو نحن. قال ولا يقع القدر المعلق بدون سببه، أي لا يمكن أن يحصل الشبع بدون الأكل،
بدون الأكل. قال: إلا إذا أراد الله خرق العادة، وهي للأنبياء معجزة وبرهان، وللأولياء كرامة وإحسان. للأنبياء معجزة من الله عز وجل، وللأولياء كرامة، للأولياء كرامة وإحسان، أي هذه خوارق العادة، خوارق العادة. قال: وقد جعل الله الدعاء سببا لأقدار كثيرة، فكم من أقدار خير كان سببها الدعاء، وكم من أقدار شر ردت بسبب الدعاء. فاللهم قدر لنا الخير حيث كنا، فاللهم قدر لنا الخير حيث كنا. فيعني الدعاء سبب يعني جلب الخير، سبب لجلب الخير، وسبب لدفع الشر، وسبب لدفع الشر. فلذلك ينبغي على العبد أن يكثر من الدعاء، فكم استجلبت من خيرات بالدعاء، وكم دفع من مصائب وشر بسبب الدعاء. قال: فصل للقدر مراتب 4، وهي: قال: الأولى العلم، فيجب الإيمان بأن الله قد علم كل شيء قبل وقوعه. الثانية الإيمان بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ من قبل أن يبرأها الله سبحانه وتعالى أن يخلقها، فكتب الأقدار المطلقة حتمية الوقوع، وكتب الأقدار المعلقة المربوطة بأسبابها كما تقدم معنا. فقد كتب على أن من عمل بأسباب دخول النار فإنه سيدخلها، ولم يجبره الله سبحانه على فعل عمل أهل النار، فذلك ليس من العدل، والله سبحانه كامل العدل لا يظلم مثقال ذرة. ومن عمل بعمل أهل الجنة فإنه سيدخلها، لأن تقدير الله أن يكون فلان في النار وفلان في الجنة مربوط بأسبابه، فإن فعل الإنسان بالأسباب التي تدخله الجنة دخلها، وإن فعل بالأسباب التي تدخله النار فإنه سيدخلها. نعم، لا يتكل الإنسان على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنك ما تدري. يعني هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي وعلى الكفر يقولون الله عز وجل كتب ذلك. طيب، يرد عليهم: هل أنت تعلم ما في اللوح المحفوظ ما هو مكتوب؟ لا. طيب، ما يدريك أن كتب لك أنك تفعل الخير؟ يقول أنا أفعل الشر. طيب، أنت تفعل الشر الآن، هل تستطيع أن تتركه؟ باستطاعتك أن تترك الشر، وباستطاعتك أن تفعل الخير. إذن أنت الذي عملت بالأسباب، أنت الذي عملت بالأسباب. الآن أنت تقول أنه مكتوب علي، وما هو مكتوب خلاص سيكون. نعم، ما هو مكتوب سيكون، لكن ما تدري ما هو المكتوب. والله عز وجل بين لك هذه أسباب تدخل النار، وطريق يدخل إلى النار، وهنا أسباب تدخل الجنة وطريق إلى الجنة. طيب، نحن يعني نفرض لك فرضية، هناك يعني طريقان، هناك طريقان، هذا الطريق فيه سباع ويعني وحوش، ويؤدي إلى أن تصل إلى مكان عال ستسقط منه، لا بد أن تسقط من هذا. إذا تمشي أنت في هذا الطريق، أولا السباع، وثانيا ستسقط من يعني من مكان مرتفع، ستصل إلى مكان مرتفع وستسقط منه. وهذا الطريق ما فيه سباع، آمن، ويوصلك إلى يعني مكان طيب، بساتين. ماذا ستختار؟ يقال لهذا الذي محتج بالقدر:
هل ستمشي في هذا الطريق وتقول كتب الله علي هذا؟ تمشي في طريق السباع تقول كتب الله علي هذا؟ لا يمكن عاقل أن يعني يقول هذا القول، لا يمكن لعاقل أن يقول هذا القول، يقول لا أنا سأسلك هذا الطريق الذي هو أمان. طيب أنت مخير، لماذا لا تصلي؟ كتب الله عليك، كتب الله عليك أنك لا تصلي. هل اطلعت على ما في اللوح المحفوظ؟ ما اطلعت. إذا لماذا يعني تقول أنا كتب الله علي؟ ما عندك علم باللوح المحفوظ. إذا أنت تستطيع أن تصلي. هل عندما يعني تريد أن تذهب إلى المسجد يردك؟ هناك من يردك؟ أحد يمسكك؟ ما أحد يمسكك. تستطيع أن تذهب إلى المسجد، بل تمر بجانب المسجد أنت تستطيع أن تدخل وتصلي. لماذا لا تذهب إلى المسجد وتقول أنا كتب الله علي أني أصلي؟ في الشر كتب الله علي، لكن في الخير لا، ما كتب الله علي أن أفعل الخير، ما كتب الله عليه. هذه حجة إبليسية، هذه حجة إبليسية. هذا الشيطان يوسوس للعبد ويزين له. في الشر كتب الله عليه، وفي الخير لا، ما تدري هل كتب الله لك أو ما كتب. أما في الشر تعلم أن الله كتب عليك. هذا حجة إبليسية، هذه حجة إبليسية. فيقال لهذا مثل ما مثلنا، يرد عليه بمثل ما مثلنا. قال الثالثة الإيمان بأن الله سبحانه قد شاء حدوث كل حادث وانعدام كل معدوم، فليس شيء يحدث إلا بمشيئة الله سبحانه، والمشيئة منها الكونية وهي التي يشاء الله بها وجود الحق والباطل والخير والشر والعدل والظلم لحكمة يعلمها. وهذه المشيئة لا تستلزم الرضا، أي مشيئة الله الكونية لا يستلزم أن الله يرضى عن ما يحصل جميع ما يحصل، بل قد يكون في مشيئته ما لا يرضاه. قال فالله شاء أن يوجد الكفر ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. يقول سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله شاء وجود الكفر والإيمان والحق والباطل ليتم الاختبار ويتحقق الامتحان للإنسان. ومشيئة شرعية يشاء الله بها انتصار الحق وتحقق العدل، فمشيئته الكونية تتحقق قسرا أي قهرا. مشيئة الله عز وجل الكونية تتحقق لا محالة. قال ومشيئته الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق لحكمة يريدها سبحانه وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل أراد من العباد الإيمان، هذه إرادة شرعية، فقد يؤمن العبد وقد لا يؤمن، فقد يؤمن العبد وقد لا يؤمن. فمشيئة الله الشرعية قد تتحقق وقد، أما مشيئة الله الكونية فهي متحققة لا محالة. قال الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء بقدر، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما كان وما يكون وكل حركة وكل سكون يجري عليه قدر الله وهو مندرج تحت تقدير العزيز الحميد. إذن هذه 4 مراتب القدر: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة يعني المشيئة، الرابعة الخلق أي الخلق والتقدير. الرابعة الخلق بأن الله خلق كل شيء بقدر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.